كنت متوقع ان انت توصل للنهائي لما فكرت تدخل ذا فويس؟ يمكن تجربة ذا فويس هذا كان حلم لي والحمد لله. بدينا في أول مرحلة كانت الصوت وبس، كان طموحي إنه بس الكراسي تتلف وخلاص، ما عندي مشكلة إني أمشي. فبس الإنسان طماع وطموح. بدينا الحمد لله المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، واليوم إحنا الحمد لله عدينا نص النهائي، باقينا المرحلة الأخيرة إن شاء الله بإذن الله وفلنا الفوز يا يعني رب. انت كنت قلقان ان لجنه التحكيم ما تلفش اصلا؟ كان عندك يعني الشك ده؟ مو شك في قدراتي، ولكن الواحد يعني يخاف. الاذواق يعني. طبعا طبعا طبعا. الحمد لله وصلنا للمرحله اللي هي النهائيه، خلاص عدينا نص النهائي، وان شاء الله باذن الله فاينل الفوز يا رب وناخذ اللقب. قول لي بدايه رحلتك مع الغنى بدات ازاي؟ والله انا بديت من صغري طبعا. كنت اطلع الاذاعه في المدرسه. بس ما كنت متوقع يعني اني اوصل للمسرح هذا، مسرح ذا فويس. طبعا حلم كل واحد يتمنى انه يوصل للمسرح هذا. سوينا المستحيل لين وصلنا للمسرح، والحمد لله احنا واصلين للنهائي يا رب. انت شايف المنافسه ازاي مع زملائك؟ منافسة جدا قوية. أساسا أنا في تيم أحمد سعد، وتيم أحمد سعد كان من أقوى الفروق. كان معايا اليوم أحمد عطية من مصر ومحمد العمرو من الأردن، صوتين مرعبة جدا مرعبة جدا مرعبة جدا. مو تشكيكا فيا، ولكن ما توقعت إني ممكن أتأهل، لأنه ما شاء الله تبارك الله أصوات جدا قوية. لكن الحمد لله إني قدرت أقدم شيء يعجب الناس ويعجب بالأخص لجنة الحكم. ده كان في نص النهائي، المنافسه في النهائي بقى. هذا كلكم والنهائيكم ثاني ان شاء الله باذن الله. متواعدين حقدم شيء يليق بالناس، وباذن الله حنكسر بالدنيا. انت معاك صوتين نسائيين من مصر وسوريا. والله انا وانت انا الحالي انا الحالي يا اخوي. انا لوحدي، اسندوني ادعموني يا جماعه. باذن الله باذن الله نقدر، باذن الله نقدر. اتراهن على تصويت الجمهور. طبعا الوطن العربي كله فيه الخير والبركه، ولكن بالاخص جمهور المملكه العربيه السعوديه ما في اقوى منه. انا وجودي في البرنامج هذا قاعد امثل وطني وشعب المملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله ربنا يكرمك جميعا ان شاء الله. شكرا.